وبيبدأ فيلمنا النهاردة في مدينة فري سيتي، وبيكون في شخص بينط من مكان عالي وهو لابس نظارة شمس. وفي المدينة دي أي شخص بيلبس نظارة شمس بيبقى واحد من المتحكمين في المدينة، واللي يقدروا يعملوا أي حاجة هم عايزينها. وكسر القوانين بالنسبة لهم يعتبر شيء عادي جدا في سبيل متعتهم. وبنشوف الشخص ده وهو في مطاردة مع الشرطة اللي بتبقى عايزة تمسكه بأي طريقة، وعلشان كده بيفضلوا يصوبوا عليه لكنهم في الآخر مش بيقدروا إنهم يمسكوه. وده بقى جاي موظف البنك الهادي والبسيط لدرجة محدش يقدر يتخيلها. وبنشوفه لما بيصحى من النوم وبيصبح على جولدي السمكة بتاعته، وبعد ما بيفطر بيروح يفتح دولاب الهدوم واللي بيكون فيه كل اللبس شبه بعضه، ومش موجود فيه غير نفس الطقم اللي بيلبسه كل يوم. وبعدها بينزل جه عشان يشرب قهوته زي كل يوم. وبعدها بيقابل بادي أعز صديق ليه اللي بيكون شغال أمن في نفس البنك اللي جاي شغال فيه. ولما بيوصل جي وبادي الشغل بيقعدوا يتكلموا عن حياة جي المثالية اللي بيكون ناقصها بس واحدة يحبها وتحبه. وفجأة وأثناء ما هما بيتكلموا بيحصل سطو على البنك، وبينبطح جي وبادي على الأرض بطريقة غريبة زي ما يكونوا متعودين على السطو على طول. وهنا بتظهر بنت لابسة نضارة شمس، وده معناه إنها من الناس المهمة في المدينة. وكانت بتاخد خريطة من شخص، وبعد ما بتاخدها منه بتخلص عليه. وبيكون واضح على البنت دي انها حافظة الكلمات والجمل المشهورة بتاعت كل سكان المدينة. ولما بنرجع لجي وبادي بنشوفهم هما ماشيين في نفس الطريق اللي ماشية فيه البنت دي. وفجأة عين جاي بتيجي في عين البنت دي، وهنا بيحس ان هي دي فتاة احلامه اللي كان بيدور عليها. وعلشان كده بيقرر انه يغير مساره ويمشي وراها ويكلمها. وبيفضل جاي يقرب منها لكن مش بيلحق لان القطر بيجي وبيطيره. وهنا بقى بتظهر الشخصية الحقيقية للبنت دي. نعرف ان فري سيتي دي بتكون عبارة عن لعبة، وبيكون فيها شخصيات أساسية واللي هم الأشخاص الواقعيين، وشخصيات فرعية اللي هم بيكونوا من تصميم اللعبة. وبيصحى جاي تاني يوم وبيكون حاسس بحاجة غريبة، والأول مرة بيكون محتاج شوية تغيير. فبينزل علشان يشرب قهوته زي كل يوم، لكن المفاجأة إن بيقول للبنت اللي بتعمل المشروبات إن عايز يشرب كابتشينو. فكل الناس اللي حواليه بيستغربوا وبيبصوا له، وحتى الشرطي والدبابة اللي بتكون واقفة بره بيوجهوا أسلحتهم ناحيته. وساعتها بيبص لهم جه وعلى طول بيغير رأيه وبيطلب القهوة بتاعته وبيطلع على شغله في البنك. وكالعادة بيحصل سطو على المكان، بس جاي بيشوف نفس البنت تاني. وساعتها جاي بيخترق قوانين اللعبة وبيتحرك من مكانه ناحية المجرم اللي بيكون في الحياة الواقعية مجرد بنت صغيرة. وبيفضل المجرم يضرب جاي بقوة وبيوقعه على الأرض، لكن جاي مش بيستسلم وبيقوم ياخد منه النضارة، وبتطلع طلقة من بندقية تموت المجرم. وبيلبس جاي نضارة الشمس، ولما بيخرج بيلاقي ان رؤية المدينة بالنضارة مختلفة تماما، وان في حاجات غريبة ظاهرة قدامه. وبسبب اللي حصل ده بيحصل خلل في الشركة المصنعة للعبة ده، لان جه شخصية فرعية وما كانش المفروض يعمل اللي عمله ده. وده بقى كيز واحد من اللي شغالين في الشركة المصنعة للعبة، وبياخد باله ان جه خرج بره البرمجة بتاعته، وبياخد صاحبه موسر وبيدخلوا اللعبة لجي عشان يعرفوا هو مين على ارض الواقع ويوقفوه. ولما بنرجع لجي بيكون ماشي والقطر كان على وشك ان يخلص عليه مرة تانية، لكن المرة دي النضارة اللي لابسها بتقدر انها تنقذه. وفي الوقت ده بيكون كيز اللي على هيئة ظابط ومعاه شخصية من اللعبة على هيئة أرنب بيوصلوا لمكان جاي وبيهاجموه، لكنه بيقدر يهرب منهم في مبنى تحت الإنشاء. وبتكون النضارة اللي هو لابسها دي فيها مميزات كتيرة جدا، زي انها بتقدر تحميه، وكمان بيقدر من خلالها انه ينط مسافات عالية جدا. وده بيخليه فاكر انه كده محدش هيقدر يتغلب عليه. وقبل ما يكمل كلامه بيخبطوا كيز وصاحبه بالعربية، وبيكونوا فاكرين انهم كده انتهوا منه. وبيقوموا بيسيبوا الأجهزة، وبيبدأ كيز يتكلم مع صاحبه موسر عن إنه مش راضي عن شغله مع أنطوان صاحب الشركة. وبعد الشغل بيرجع كيز البيت وبيلاقي لقاء ليه في التلفزيون هو وصاحبته ميلي، وهم شباب وبيتكلموا عن لعبتهم الجديدة اللي كان اسمها لايف اتسيلف. وكانت دي أول لعبة بذكاء اصطناعي لحد ما جه أنطوان وسرق فكرتهم وعمل بيها لعبة فري سيتي، واستسلم كيز للواقع وبشغله عند أنطوان. لكن ميلي مش بتستسلم وبتقوله انها لقت دليل تقدر تفضح بيه انطوان، والدليل ده موجود جوه لعبه فري سيتي نفسها. وتاني يوم بيصحى جاي وهو مقرر انه هيغير حياته بالكامل وهيكمل مطاردة لفتاة احلامه. وبيبدأ التغيير بانه بيبدل اللبس اللي كان دايما بيلبسه طول الوقت، وبيمشي ورا ميلي اللي بتمشي ورا الخريطة اللي معاها. ومن خلال مراقبتها بتعرف ان المكان موجود فيه حراس كتير جدا. وفجأة بيظهر جاي ورا ميلي فبتضربه علشان تعرف هو مين وعرف مكانها ازاي. واول ما الحراس بيضربوا عليهم نار بتطلع ميلي مسدس بيظهر من خلاله بوابة بتنقلهم لمخزن اسلحة ميلي. ولما بيطلب منها جاي ان يساعدها علشان يفضل معاها بتقول له مش هينفع لان هي مستواها 195 وهو لسه في المستوى الاول، فلازم مستواه يكون على الاقل بعد المية، وبعد كده يقدروا انهم يتكلموا. وكل ده بتكون ميلي مفكرة جاي لاعب زيها لكنه مبتدئ. ولما بيسألها جاي ازاي يقدر يعلي مستواه بتقوله عن طريق انجاز المهمات، بس ده بيكون رفضه جاي، وده لانه مش بيرضى ان يأذي اي حد، وشايف ان الدنيا احسن من كده بكتير.
فبتقول له انه لو مش عايز يأذي حد يقدر ان ياخد الاسلحة من المجرمين ويساعد الناس ويبقى اول بطل في مدينة فري سيتي، وبتطلب منه يخرج بره مخزنها. وساعتها بيمشي جاي وبيبدأ يشوف المدينة بشكل مختلف عن الأول تماما، وبيحاول إن ياخد الأسلحة من المجرمين اللي بيهددوا الناس في المدينة. وبالأسلحة دي كان بيساعد الناس اللي يعرفها واللي ما يعرفهاش. واللي كان مساعده على سرقة الأسلحة هو إن الشخصيات اللي كان بياخد منها كانت فرعية، فاللاعبين مش بيدوا اهتمام، وبيقدر إن يضربهم هم مش واخدين بالهم، وياخد منهم الأسلحة ويرجع الحاجات اللي هم سرقوها. وبيبدأ جاي يتشهر في العالم الواقعي، وبقى العالم كله بيتكلم عنه وعن بطولاته في لعبة فري سيتي. وبيبقى معروف انه مختلف عن كل اللعيبه وانه بيعمل وبيطلق عليه اسم رجل القميص الازرق. واخيرا بيوصل جاي لمستوى 102. وفي نفس الوقت بتكون ميلي بتحاول تدخل المكان اللي عليه الحراسه الشديده، وبنعرف ان هو ده المكان اللي فيه الدليل اللي هيوقعوا بيه انطوان. واول ما بتسرقوا الانذار بيضربوا الحراس بيبداوا يهاجموها، والشريط بيقع من ايديها. لكن هنا جاي بيدخل بطريقه قويه جدا وبيبدا يضرب الحراس، وبيتفرج على ميلي حبيبته وهو سعيد جدا اثناء ما هي بتوجه له ضربات قويه للحراس. وبياخد الموتوسيكل اللي كان داخل بيه وبيهرب هو وميلي اللي بتسيب الشريط وراها. وفي الوقت ده بيعرف كيز ان جاي في الاصل شخصيه فرعيه في اللعبه، وبيروح لميلي وبيقول لها ان تصميمهم للعبه نجح، وان الذكاء الاصطناعي متمثل في جاي اللي فاكر نفسه شخصيه حقيقيه. فبتتصدم ميلي جدا لانها كانت بدات تحب جاي فعلا، وفي الاخر طلع مجرد شخصيه خياليه. وبيقول لها كيز ان انطوان هيعمل تحديث للعبه فري سيتي بعد يومين، لكنه مش هيبقى مجرد تحديث وبس، ده هيبقى تبديل كامل للعبه، وبكده اي دليل هم ماسكينه ضده هيتمسح. وهنا بتقرر ميني انها لازم تقول لجي كل حاجه، فبتاخده وبتروح بيه لصاله الالعاب اللي بيكون فيها المهمات اللي مطلوبه من اللاعبين. وبتصارحه بالحقيقه وبتقول له انه شخصيه مزيفه ومش حقيقيه، وانها موجوده لتسليه اللاعبين بس، وملهاش وجود الا في عالم اللعبه. فبيخرج جي من المكان وبيرفض ان يسمع باقي الكلام اللي بتقوله، وبيروح على صاحبه بادي اللي بيساله عن اللي كان هيعمله لو كان شخصيه مش حقيقيه. فبيرد عليه بادي وبيقول له ان مش مهم عنده اذا كان حقيقي ولا لا، المهم عنده صديق زيه موجود معاه، وانه حاسس انه فعلا حقيقي. لكن انطوان بيؤمر بفصل كل اللاعبين عن اللعبه ما عدا الشخصيات الفرعيه. بس ساعتها بيقدر كيز انه يطلع جاي بس مباشر بيشوف العالم كله. وهنا جاي كان على وشك انه يعدي، لكن بيظهر ضد اللي بيضربه بقوة، وبيكون نسخة طبق الأصل من جاي لكن أقوى منه بكتير، وبيبقى خلاص هيتخلص منه. بس جاي بيستخدم نضارته علشان يجيب درع كابتن أمريكا يصد بيها الضربة، لا وكمان بيستخدم إيد هالك علشان يضربه بيها. وعلى الرغم من كده بيفضل ضد أقوى منه، إلا إن جاي بيعمل حركة ذكية جدا وبيلبسه النضارة بتاعته، وبيبدأ ضد إن ينبهر بالحاجات اللي حواليه وشايفها من خلال النضارة، وبينسى مهمته أصلا. وبيكمل جاي طريقه وبيعدي فعلا للناحية التانية، وبتظهر لعبة لايف اتسيلف. وبيكون انطوان هيدمر السيرفر اللي عليه اللعبه نفسها، لكن بتروح له ميلي وبتقول له انها مش عايزه غير الباقي من لعبه فري سيتي والشخصيات الموجوده، والباقي هو حر فيه، يقدر يستخدم التصميم في انه يعمل جزء تاني وتالت كمان لو حبوا. بيتفقوا هما الاتنين فعلا، لكن مش بيطول انطوان لحد ما بيترفع عليه قواضي نصب واحتيال، لان اللعبه بتبقى عملت مبيعات ضعيفه جدا وبيتقبض عليه. وساعتها بتسيب ميلي اللعبه وبتجري على المكان اللي فيه كيز بعد ما بتعرف مشاعره ناحيتها، وبتعترف له هي كمان بحبها ليه. وبيخلص فيلمنا لحد هنا.